ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. عاملين ايه الاخبار؟ كل سنة وانتم طيبين بالسنة الجديدة. طبعا السنة الجديدة بدايتها معايا بداية حلوة، لان انا وصلني هدية عيد ميلادي اللي فات تمام من واحدة صاحبتي جدا 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 جدا، وانا بحبها قوي بصراحة، وفعلا صاحبتي. فبعتت لي الكادو ده بمناسبة عيد ميلادي، فحبيت ان انا اوريهولكوا، خصوصا ان هو ليه علاقة بالسنة الجديدة. فيلا بينا نشوف، يلا بينا. الحقيقة هي طلبت مني ان انا اختار الهدية بتاعتي، خصوصا هي عارفة انا بحب ايه، فطلبت ان انا اختار الثيم بتاعها. فانا واخترت آه على ذوقي. تمام، وهي بصراحة بعتتها لي، فانا مبسوطة بيها جدا. جاهزين تشوفوا هي ايه؟ يلا، 1 2 3. لا لسه. 1 2 3. ها، اوبا، بالظبط كده. كانت الاجندة بتاعت سبيس، وبصراحة هي ما حبتش ان الاجندة تجيلي لوحدها، فلذلك حطت عليها التاتش بتاعها. فيلا بينا نشوف. اول حاجة هي بعتت لي مع الاجندة العليقة دي او التشين دي، بصراحة هي اللي عاملاها هاند ميد بايديها، فليها معزة خاصة عندي جدا. وكمان عملت لي البوك مارك التحفة تجنن دي، بصراحة انا عجباني، وعجباني ان هي معمولة بايديها. فانا ببعت لها من دلوقتي بقول لها انا بحبك جدا، وتسلمي والله على الهدية التحفة اللي تجنن دي، ومبسوطة بيها. وده الكارت اللي عرفته بعد كده ان طنط هي اللي رسمه عليه الرسمة. ف يعني الهدية كلها كانت جميلة جدا. طبعا زي ما انتم شايفين الثيم بتاع الاجندة كان اللي هو الدريم كاتشر، فانا اللي مختاراه صراحة، وبصراحة عجبني جدا جدا. كنت لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان الكفر بتاعه من فوق فيه زي سفنج كده، على عكس ظهر الاجندة ممكن يكون متين شوية، اللي هو الكارد بورد اللي بيقولوا عليه. خلاص، فتعالوا نشوف الأجندة بتقول ايه. ويلا بينا نشوف الأجندة موجود فيها ايه من جوه. انا حاولت اقلل شوية سرعة الفيديو علشان تبقوا متابعين معايا، فهفتح معاكم دلوقتي الأجندة. ايه الجمدان ده، ايه التحفة دي. انا شفت الأجندة قبل الفيديو، بس كل مرة بشوف فيها البيج دي بقع في غرامها، بصراحة بحبها جدا. فهي فيها طاقة كده، فحسيتوا معايا الإحساس ده؟ حسيته. اول صفحه لو واخدين بالكم هتلاقوها شويه متينه، فانا في الاول كنت فاكراها ستيكر، بس هي ما طلعتش ستيكر. اول حاجه هنلاقيها اول ما بنفتح الاجنده هي البيرسونال داتا بتاعتنا، من حيث الاسم وتاريخ الميلاد والموبايل والايميل والعنوان، علشان لو لا قدر الله الاجنده ضاعت يعرفوا يوصلوا صاحبها. بعد كده بندخل على الجولز بتاعت السنة، من حيث بقى هم مقسمين من حيث العائلة والشغل والحياة اليومية والأصدقاء، ومن حيث كمان المستوى النفسي، ممكن يبقى العقل كله. يعني هم حاطين مساحة ان احنا ممكن نكتب الأهداف بتاعتنا من أول السنة، وممكن نخليها updated طول السنة. الصفحة اللي بعد كده هتبقى فيها الأفلام وكل المسلسلات اللي ممكن نكون بنتابعها أو حابين نتابعها خلال السنة. دي صفحة بعدها صراحة لذيذة، هي الأماكن اللي حابين نروحها، سواء اللي رحناها أو اللي لسه هنروحها. تمام، فهي ليها علاقة شوية بالاكتشاف والسفر، فدي حاجة بالنسبة لي ممتعة. وكعادة سبيس عمرهم ما بيفوتوا اوبشن الرياضة طول السنة، فحاطين صفحة زي كل سنة ليها علاقة بالرياضة والتمارين، وكمان زايدين عليها من تحت جدول كده ليه علاقة بالكالوريز بتاعت كل الأكل أو الأغلب الأكل اللي ممكن نكون بناكله في حياتنا، زي الرز واللحمة والفراخ مثلا وغيره. البيج دي بصراحة بالنسبة لي ممتعة، لان هم حاطين فيها بعض الحاجات والعادات السيئة اللي ممكن نعملها سويتش او نبدلها بعادات احسن. وايه هي الممكن هم حاطين اوبشنز، واحنا ممكن نحط اوبشنز برضو. فالبيج اللي فاتت دي ممتعة. نيجي بقى للبيج دي هنلاقي ان فيها نوت تو يور سيلف، هم حاطين فيها بعض النوتس اللي ممكن تبقى فيها تحفيز لنفسنا خلال السنة. ممكن لو حبينا او حسينا باحباط يعني نرجع للبيج دي، وحاطين لنا مساحة ممكن نكتب لنفسنا نوتس كده، 2 نوتس بس مش اكتر. نيجي بقى للصفحة اللي بعديها، هي البيج بتاعت الريدنجز بتاعت الكتب، بنكتب فيها الكتب اللي حابين نقراها او اللي قريناها، ويفضل نكتب جنبها الريتنج بتاعها.
الصفحة اللي بعد كده الكومفورت زون، وخلينا نقف هنا شوية لان البيج دي بصراحة بالنسبة لي ممتعة جدا جدا جدا، لان هي بتسمح للبني ادم ان هو خلال كل شهر يقول حاجة معينة كان بيخاف منها او عايز يحققها، يخرج بيها من الكومفورت زون بتاعته فيعمل مغامرات اجدد كل شهر. نيجي بعد كده للصفحة اللي بعديها ليها علاقة بالمناسبات، ممكن تبقى أعياد الميلاد والمناسبات اللي ممكن يبقى ليها مواعيد. اللي بعده هو هيبقى الميوزك والسونجز بتاعتنا، لو احنا لينا بلاي ليست معينة حابين نسمعها، ولينا طبعا أذواق بتختلف من شهر للتاني. البيج دي ليكي لو انتي بتحبي تتابعي ذوقك كل شهر. نيجي بعد كده للبيج اللي بعديها هي الهابت تراكر، بيدينا هنا 12 شهر 12 خانة أو 12 بوكس، كل بوكس فيه اسم الشهر وفيه فوق سطرين ان احنا ممكن نكتب العادة اللي احنا حابين نعملها تراكنج خلال الشهر، وحاطين طبعا على حسب ايام الشهر، وفي اخر الشهر كاتبين الريتنج هل انتي كنتي متابعة الهابت بتاعتك ولا لا، وطبعا عند كل دايرة بتاعة اليوم بنعمل عليها تشيك. نيجي بقى لللاي اوت بتاع كل شهر او الاوفر فيو بتاع كل شهر. طبعا انا بالنسبة لي الشكل ده من بره تحفة ويجنن صراحة، شكله عظيم عظيم بالنسبة لي، اولا لان انا السنة دي معرفش بس الفترة دي بحب اللون البينك وده جديد عليا، فحابة ان هو متناسق مع ذوقي الفترة دي. هما كمان مقسمينها بشكل شيك جدا، مش محتاج اصلا ووشي تيبز ولا اي تزيين ولا اي حاجة. وكمان حاطين لنا بقى تحت الجولز بتاعت الشهر ده والشوبينج ليست بتاعتنا والدايت، احنا داخلين الشهر بوزن كام وهنخرج منه بوزن كام، وكمان البادجت بتاعتنا هنصرف قد ايه او داخلين بسعر كام بمبلغ كام يعني، وهنحوش قد ايه. تمام. ويجي بعد كده اول يوم ده بيبقى شكلها، هي طبعا اجندة ديلي يومية يعني، فطبعا مساحة الكتابة فيها اكبر بكتير. لو خدتوا بالكم الصفحة هي مسطرة ومنقطة الاتنين، تمام، ومنقطة كمان بشكل لذيذ جدا صراحة، فمديها شكل حلو جدا. انا بالنسبه لي كنت مبسوطه قوي بيها ومبسوطه بالمساحه اللي هم حاطينها وبحجمها كبير، فبيديني اوبشن ان انا ممكن اكتب كل التفاصيل الموجوده في اليوم. شايفين انا بحبها قوي ازاي؟ واخدين بالكم باين ولا مش باين؟ طبعا باقي الشهر المفروض ان هيبقى نفس كل الايام بتاعت الشهر بنفس المنظر اللي احنا شايفينه حاليا لحد الشهر اللي بعده، ما عدا في عدد معين من الشهور بيبقى فيها اخرها حاجة اسمها فري زون. الفري زون دي مسموح لي ان انا اكتب او ارسم او الون اي حاجة. طبعا هم عاملينها بس مش موجودة للأسف في كل الشهور، يعني مثلا شهر فبراير دلوقتي لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان هو اخره 28 وبعد كده اللاي اوت بتاع الشهر اللي بعده، فهي مش موجودة في كل الشهور للأسف. تمام. في حاجة كمان عايزة اقول لكم عليها، ان هي في اخر الاجندة كاتبين نوتس كده، يعني في كذا صفحة للنوتس ورا لو حابين نكتب اي حاجة وناخدها معانا، لو احنا من النوع اللي بياخد الاجندة معانا كل مكان. طبعا في الاخر كاتبين وحاطين ليهم كل الكونتاكتس اللي ممكن نتواصل بيها معاهم، سواء كانت فيسبوك انستجرام او الويب سايت بتاعهم، وطبعا ما نسيوش ان هم يحطوا المسطره في الاخر. صراحه انا مبسوطه بيها جدا 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 ومتحمسه ان انا استخدمها، وماسكه نفسي بالعافيه بصراحه ان انا ما اكتبش فيها اي حاجه دلوقتي قبل السنه الجديده ما تبتدي. فعايزه من هنا اشكرك قوي 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 انك خليتي للسنه الجديده بتاعتي روح ولمسه حلوه قوي منك، فميرسي ليكي، وطبعا بحبك بحبك بحبك. طبعا انا مبسوطه ان انتوا كمان استمتعتوا، يا رب تكونوا فعلا استمتعتوا معايا بالفيديو. انا كمان بحبكم جدا، ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد مع حاجه جديده، وان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا ان شاء الله. دمتم بخير، اشوفكم ان شاء الله فيديو قريب. باي باي.